السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفة اليوم شباكية على الطريقة الفاسية اللي كتباع بأثمنة مرتفعة بزاف في المخابز. اليوم جبتها لكم بطريقة بسيطة بمكونات هكا بساط في المتناول، والنتيجة صراحة أكثر من رائعة. شباكية كتجي هكا مجعبة ومشربة العسل وكتذوب في الفم. شباكية رائعة ومع طريقة ديال التعسال، وغادي نشارك معكم كذلك طريقة ديال صنع العسل هكا في المنزل ديال الشباكية وجميع المعسلات، لانه صراحه كيعاون بزاف باش تنجح معنا الشباكيه. فقط تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمكونات. انا اول حاجه غادي نبداو بها هو العسل. عندنا هنايا 2 قوالب ديال السكر 4 كيلو. غادي نزيد عليهم 8 ديال الكيسان العنبه ديال الماء من الصنبور. انا كل قالب ديال السكر كندير عليه 4 ديال الكيسان العنبه. كاين اللي تيدير ايترو ديال الماء في قالب ديال السكر، ولكن صراحه تيجي خفيف بزاف وتاخذنا وقت طويل باش يطيب. من الاحسن انكم السكر تذوبوه هكا في تدخلوا عليه الماء في الليل بات ليله كامله باش يذوب لكم مزيان. الصباح كتنوضوا كطيبوه. الا ما كانش عندكم الوقت فقط هرسوه هكا قطع صغيره وخويو عليه الماء وخليه واحد 5 ديال السوايع ولا 6 وصافي وردوه فوق البوطه يطيب. صافي هنا غادي نحركو واحد شويه، وهنا غادي نضيف عليه 2 عواد ديال القرفه، 3 ديال الوردات الباديان، البرتقاله وحبه ديال الحامض. هنايا ضروري الحامض تحيدوا ليه الزريعه ديالو اذا تكون فيه. صافي غادي نضيفوا المكونات كلهم مع السكر ديالنا وغادي نحركوهم مزيان، وغادي نحطوهم فوق العافيه اللي تكون متوسطه ما تكونش مجهده. بمجرد ما تيغلى لينا هكا السكر صافي غادي نخفضوا من درجه ديال الحراره، نقصوا عليها ونخليوها طيب على خاطرها. هنايا كي شفتوا هنايا غلى لي السكر صافي غادي نقص من الحراره وغادي نخليه يطيب على خاطره. هنا تقريبا خدا لي واحد الساعه و20 دقيقه. هنا كتعرفوه طاب حين تهزوا هكا الحبه ديال الحامض كتشوفوها كيتغير لها اللون ديالها، كتتعسل كتولي مغلوقه بهذه الطريقه. وكذلك القشره ديال البرتقال نتوما كتشوفوا تيتغير لهم اللون تماما ديالهم تيتعسلوا. هنايا كيف قلت لكم تقريبا خدا لي انا ساعه و20 دقيقه، ممكن ياخذ لكم نتوما اكثر ولا اقل على حسب يعني البوطه اصلا تتكون يعني ناقصه عليهم، ولكن على حسب الدرجه تاع البوطه تاع كل واحد. صافي هنايا العسل ما تسدوش عليه نهائيا، يعني هو يكون تيطيب وانتم يعني هكا حداه كتحركوه مره مره وتطلعوا عليه واش طاب ولا لا، وتقلبوا هكا القطع ديال الحامض حين تشوفوهم تعسلوا صافي تطفيو عليه. هنا غادي نضيف عليه 8 ديال الحبات ديال المسكه حره. خليتهم هكا صحاح راه تيذوبوا مع السخونيه، ممكن تطحنوهم وتضيفوهم هكا على العسل. انا غادي نضيف عليهم كاس ونص ديال الماء زهر، غادي نحركوهم مزيان، وفي الاخير غادي نضيف عليهم معلقه صغيره من الروح ديال الزهر. هنايا هاد الروح كتزيد تعطينا المذاق في الشباكيه وكتجي باينه فيها ريحه الزهر حين تتعسل. هنايا بعد ما درنا واحد شويه ديال العسل يبرد لينا في الطبيصه كي تشوفوا غتيجي معلك وكيجي ثقيل. هنا الا جاكم العسل ثقيل اكثر من القياس يعني ممكن تضيفوا عليه واحد شويه ديال الماء باش يخفف لكم. وهنايا غادي ندوزو باش نشوفوا المكونات ديال الشباكيه. عندي معلقه كبيره ديال النافع اللي مطحون ومغربل، وجوج معالق كبار ديال القرفه اللي مغربله. هنا ضروري تغربلوا المكونات اللي عندكم كلهم باش يعطيوكم نتيجه مزيانه. وغادي نحتاجو كذلك كاس ونص تاع الماء زهر 250 مللي، ممكن تحتاجوا اكثر. 2 كيسان لا ربع على حسب يعني النوعيه ديال الدقيق. انا عندي نص كاس مع عامر ديال زيت نباتيه ونص كاس مع عامر ديال زيت زيتون، تقريبا نص كاس بيخصو صبع باش يكمل. هنا الا جمعناهم بجوج غادي يعطينا كاس لا ربع ديال الزيت. عندنا هنايا نص كاس ديال الخل، وعندي كاس لاروب ديال الزبده اللي مذوبه. هنايا عبرت 150 غرام ديال الزبده، عبرتها هكا في الميزان عاد ذوبتها. الا ما عندكمش ميزان فقط ذوبوا الزبده هكا تتحصلوا على كاس لاروب. صافي راه هو هذاك القياس. عندي هنايا كاس ونص ديال اللوز. هنا بالنسبه للوز لما بغيتوش ديروا كاس ونص فقط عوضوه بكاس ونص ديال الزنجلان، يعني الشباكيه كلها يكون فيها زنجلان. هنايا عندي انا كاس ونص تاع الزنجلان وكاس ونص تاع اللوز، يعني كي قلت لكم ديروا الكميه كلها هي زنجلان، يعني 3 ديال الكيسان. صراحه هي كتجي غزاله 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 بزاف. عندي هنايا كاس ونص ديال الزنجلان. عندنا هنايا صفر ديال البيضه، وعندي هنايا نص باكي ديال الخميره معلقه صغيره، و5 ديال الحبات ديال المسكه حوره اللي طحنتهم مع شويه ديال الملحه. عندي هنا 2 مكعبات ديال الزعفران وشي تقريبا نص معلقه صغيره ديال الزعفران الحر، وعندي كيلو ديال الفورس نوعيه جيده. هنا غادي ناخذ نص كاس ديال الماء زهر وغادي نضيف عليه الزعفران الحر اللي عندي وغادي نحركو ونخليه على جنب.
وهنايا غادي ناخذ مقيله غادي نضيف عليها الزنجله اللي عندي وغادي نحمرها على بوطه اللي تكون مهيله، العافيه اللي تكون مهيله، وغادي نبقى تنحركو تيتحمر ليا مزيان. انا ما نصهدوش، خصو يتحمر لينا مزيان باش يعطينا مذاق جديد في الشباكيه. غادي نخليه فقط يدفى شويه وغادي نطحنوه مباشره. انا ما تخليوش الجنجلان يبرد ليكم، خليوه هكا دافي شويه وطحنوه باش هكا حين يكون سخون تيساعدنا باش يخرج ديك الزيت اللي عنده وتطحن لنا مزيان. وهنا غادي نضيف عليه الكميه ديال الزيت النباتيه اللي عندي، نص كاس مع عمرت، وغادي نطحنهم مزيان تيوري لنا هكا بحال بخاليني صافي. وغادي نصفيه في الاخير باش هكا يعطيني هكا يعني بخاليني هكا يكون ليس، ما يكونش فيه حتى شي حبيبات هكا باينين. هنا كي تشوفوا بعد ما طحناه صافي غادي نصفيه وغادي ندوز باش نصايبوا اللوز. هنا اللوز بعد ما سلقته وغادي قشرته غادي نطحنو حتى هو مزيان تيعطينا هكا عجينه تكون هكا معلكه بحال العقده. صافي هنايا في الخلاط غادي نضيف المكونات هكا السائله. درت الخل هو الاول، الكاس ديال المزهر، نص كاس اللي زدت فيه شويه ديال الزعفران، وغادي نضيف عليهم هنايا زيت الزيتون والزبده. غادي نضيف عليهم كذلك هنايا القرفه، وغادي نضيف عليهم النافع كي قلت لكم قبيله ضروري تغربلوا القرفه والنافع. زدت عليهم هكا شويه ديال المسكه حاره. وهنايا اللوز بعد ما طحنته هكا كي تشوفوا عطاني تقريبا كاس عامر ديال اللوز وكاس ديال الزنجلان. صافي غادي نضيفهم حتى هما على المكونات اللي عندي هكا، وغادي نضيف عليهم مكعبات ديال الزعفران. صافي وغادي نطحن هذا الخليط جيدا هكا في الخلاط. هذه الطريقه هذه صراحه كتبقى احسن من الطريقه التقليديه، كتعطي صراحه شباكيه نتيجه رائعه. صافي هنا غادي نضيف عليها بعد ما طحنت الخليط غنضيف عليه صفر البيضه وغادي نعاود نطحنو. وهذا هو القوام ديال الخليط بعد ما طحناه مزيان كيجي ليس بهذه الطريقه. يعني هذه الطريقه تاع باش تطحنوا المكونات هكا في الخلاط تعطي نتيجه احسن وكيعطينا شباكيه كتجي هشيشه ومقومه مزيان، تلقى يعني العناصر كلهم تيتخلطوا مع بعضهم وتعطيو قوام ولذه رائعه. صافي هنايا غادي ناخذ الكميه ديال الدقيق اللي عندي كيلو، وغادي نضيف عليه الخميره ديال الحلوه وغادي نغربلو مباشره فوق الخليط. انا هنايا تقريبا كاس ونص تاع الماء زهر يعني كفاني باش نجمع العجين ديالي. هنا الا ما كفاكمش غتبقاو تضيفوا معلقه ديال الماء زهر بمعلقه حتى تجمع لكم العجينه. هنا تحصلوا على عجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه نهائيا. كي قلت لكم تقريبا كبيله كاس ونص تاع الماء زهر حتى لجوج كيسان لاروب يعني كافيين باش يعني يجمع لكم داك الكيلو ديال الدقيق. صافي هنايا بعد ما تجمعت لي العجينه غادي نقسمها هكا على 4 وغادي نحاول هكا كل كويره هكا ندلكها شي شويه ونشكلها هكا على شكل بودان. انا صراحه الشباكه ما غاديش تحتاج منكم بزاف دليك كتير ولا شي حاجه، يعني بمجرد هكا تحسوا هكا المكونات كلهم تعجنوا مع بعضياتهم صافي راه كافي. غادي تشكلوا هكا لي بودان ديالكم وغادي تحطوهم هكا على جنب وتغلفوهم بلاستيك. صافي هنا بعد ما دلكت العجين ديالي غادي نحطو هكا في القصريه وغادي نغطيه مزيان بلاستيك. هنا ضروري تغطيوه مزيان، ما تخليوش هكا شي بلاصه يعني ما مغطياش باش ما تنشف لكمش العجينه. غادي نخليوها تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه ترتاح مزيان باش مرتاح تعطيكم هكا الطوع في الخدمه. وهنايا بعد ما ارتاحت ليا العجين غادي نطلقها هكا بالدلاك وغادي نطوي العجين على 3 بهذه الطريقه. هذه المرحله ضروريه باش تجينا هكا الشباكيه كتجي مجعبه وكيجيو في هذوك الجيوب كتجي لذيذه وكتجي منفوخه. صافي غادي نقلبها بهذه الطريقه وغادي نعاود نطلقها بالدلاك. وهنا بعد ما طلقت العجين بالدلاك غادي نعاود نطويها على 3 صافي وغادي نغطيها بلاستيك مزيان وغادي نحطها على جنب وغادي نخليها ترتاح مده نص ساعه. هنايا باش ما خليتوش الشباكيه ديالكم العجينه يعني تبقى فوق سطح العمل يعني ترتاح كتعطيكم نتيجه احسن وكتجيكم سهله باش تخدموا بها.
هنايا بعد ما ارتاحت ليا العجينه صافي غادي نطلقها هكا بالدلاك. الشباكيه ضروري تكون رقيقه، يعني باش ما تكون رقيقه الشباكيه، باش ما كتعطيكم شباكيه تجي مجعبه وكتجي تذوب في الفم. هنايا خديت جوج الوريقات، وحده قطعتها على 8 سنتيم والاخرى قطعتها على 6 هكا باش تجيني الشباكيه كلها قد قد وتعطيني يعني نتيجه مزيانه. هنا ما حديت تنطلق الشباكيه وتنبقى تنعبر نشوف يعني شحال من هكا شحال من شريط غادي يجيني باش ما تضيعليش العجينه هكا في الجناب. صافي هنايا جاتني تقريبا هي هذيك في العرض. غادي نحاول هكا نكمل نطلق ديال هكا بالطول باش يعني يجيوني هكا 4 ديال الاشرطه مقادين وما نضيعش من الشباكيه بزاف. صافي هنايا غادي نستعمل داك الشريط اللي فيه 8 ديال السنتيم وغادي نقطع بها هكا جنيبات. حاولوا ما تضيعوش الشباكيه، يعني هكا سيروي على الحافه ديال العجين. بالنسبه للعبار اللي عطيتكم هنايا ديال هاد الاشرطه اللي صايبت 8 على 6 سنتيم، يعني كيعطيكم شباكيه اللي متوسطه، يعني ما صغيوراش بزاف. الا بغيتو شباكيه تجيكم اصغر من هادي ديروا شريط فيه 7 والاخر يكون فيه 5 سنتيم. ولكن بالنسبه لي يعني 8 على 6 كيعطيك يعني شباكيه زوينه كصغيره حلوه وما صغيوراش ثاني بزاف، يعني كتجي هي هذيك. وانا كي شفتوا ما ضاعت لاني العجين بزاف في الجناب. بهذه الطريقه هذه حتى كنت نطلق الشباكيه يعني تنعبر بالشريط، يعني كنتفادى انني نبقى الشباكيه تبقى تنجمعها ونعاود نعاودها في الاخير. صافي هنا غادي ناخذ الشريط اللي فيه 6 ديال السنتيم وغادي نحاول هكا نشكل به الشباكيه. غادي نقطعها هكا بالطول صافي، وغادي نبقى مستمر بهذه الطريقه تنكمل العجين اللي عندي. هنا بالنسبه للعجينه كتبقى لكم في الجناب صافي خليوها هكا بهذا الطول هذه، ما تحاولوش هكا تجمعوها يعني تشكلوها على شكل كره. خليوها هكا طويله صافي وغلفوها بلاستيك باش تجيكم ساهله باش تشكلوها. هنايا بالنسبه للشباكيه كل مربع الشباكيه غادي نقطع فيه 4 ديال الاشرطه. وهنايا المرحله ديال التشباك غادي نحاول هكا بصباعي نحل هكا دوك الاشرطه اللي عندي. صافي غادي نحط في الطرف الاول على الطرف الثالث، وهذاك الطرف الرابع غادي نرجعو اللور ونحط دوك الجوج على الاخر شريط. صافي غادي نسدهم هكا القنيطات هكا بصبعي، وغادي نقلب الشباكيه، يعني قلبتها لكم هكا بلا ما نحطها فوق الرخامه باش تشوفوها. صافي غادي نسدو هكا الجنيبات نقرصوهم هكا بهذه الطريقه هذه. انا راه غادي نعاود معكم هذه الطريقه ديال التشباك شحال من خطره في هذا الفيديو باش ان شاء الله ما تخرجوا من عندي تكونوا عارفين يعني طريقه ديال التشباك بالنسبه للمبتدئين واللي ما تعرفش يشبك. غادي ناخذ الشريط الاول غادي نحطو على الشريط الثالث، وغادي ناخذ الاشرطه بجوجهم وغادي نحطهم على اخر شريط. صافي اخر شريط دوك القنيتات ديالو وغادي نحاول هكا نسدهم بهذه الطريقه. صافي وغادي نجر دوك جوج اللي بقاو لينا ما خدمناش بهم وغادي نقلبوا الشباكيه. صافي هنا غادي نقرص هكا الجنيبات ديال الشباكيه. كنتمنى يعني هذه الطريقه تكون واضحه عليكم، وهنا غادي نعاودها معكم مره اخيره. هنا كي تشوفوا كنحلها هكا شي شويه بيديا. غادي ناخذ الطرف الاول نحطو على الثالث، وهذاك الثاني غادي نرجعوه هكا اللور، وغادي ناخذ جوج اشرطه غادي نحطهم على اخر شريط. صافي وغادي نسدهم هكا من الجنيبات. غادي ناخذ دوك جوج اشرطه اللي ما خدمتش بهم وغادي نقلب بهم شباكيه. صافي وغادي نسدها هكا من الجناب. وهنا بعد ما كملت الكميه ديال الشباكيه كلها هي اللي عندي حطيتها هكا في طاوه كي تشوفوا درت يعني وحده على وحده، ما تخافوش منهم راه ما تيلصقوا ما حتى شي حاجه. وهنا غادي نخليهم ليله كامله غادي نغطيهم هكا بمنديل ونخليهم يباتوا، راه ما تيوقع لهم حتى حاجه، بالعكس يعطيو نتيجه يعني احسن وزوينه. وهاد الطريقه كتجي صراحه اسهل، يعني حين تصاوبي شباكيه في نهار وكتقليها في النهار الاخر يعني كيكون يعني ناقص عليك التعب والمجهود.
صافي هنايا اول حاجه غادي نديرها قبل ما نقلي الشباكيه، غادي نسخن العسل على نار يعني تكون متوسطه. هنا بمجرد ما كتشوفوا هكا بدا تطلع هكا شي شويه الكشكوشه في الجناب، صافي طفيو عليه، ما تخليوهش يغلى ولا يسخن اكثر من القياس باش هكا تشربوا لنا الشباكيه. وهنايا غادي ندوز باش نقلي الشباكيه. كي تشوفوا يعني الزيته تكون يعني كثيره في المقله، العافيه تكون قليله، ما تكونش مجهده باش ما تشي تحرق لكم الشباكيه وما طيبش من الداخل. صافي هنايا تنديروا الشباكيه ما تنحركوهاش حتى تطلع هكا وكن تتنشف لينا شي شويه الشباكيه، عاد تنقلبوها، ما نقلبوهاش وهي باقيه يعني خضراء وباقيه رطبه. كي تشوفوا يعني راه في وسط المقله تبارك الله راه كتجعب وكتجي صراحه كلها كجيوب من الداخل. صافي هنا بعد ما نشفات ليا كالشباكيه شويه، حسيت بها نشفات، صافي غادي نقلبها على الجهه الاخرى تتحمر ليا مزيان، تاخذ داك اللوين هكا مذهب. وهذه هي الشباكيه بعد ما طابت ليا، كتكون هكا مذهبه، ما تكثروش ليها طياب بزاف باش ما يتحق لكمش القوام للداخل وما باقيش تعطيكم المذاق ديال حتى شي حاجه. صافي غادي نحيدها من الزيت، غادي نحاول هكا ناخذ صفايه تكون العيون ديالها كبار بزاف باش تحيد ليا الزيت دغيا. صافي وغادي نحطها مباشره باش تعسل. كي قلت لكم العسل ما يكون سخون بزاف، يكون دافي. صافي وغادي نحاول هكا بسباتول يعني نحاول هكا نغطسها شويه في العسل، ما تضغطوش عليها بزاف توركوا عليها تهرسوها، هي بشويه هكا بالحنيه. صافي غادي هكا تحاولوا تغطسوها بشويه بالعسل. كي تشوفوا الشباكيه ما كتهرش لنا نهائيا لا في القلي ولا في التعسال، كتبقى كلها هي صحيحه وصاينه. صافي بعد ما كطيب ليا القليه الثانيه عاد نحيد الشباكيه من العسل، ما نحيدوهاش ديك الساعه تا طيب لنا الاخرى اللي درنا. صافي نحيدو الاخرى من العسل باش نلقاو فين نحطوا الشباكيه الاخرى. صافي هنا اخر مرحله غادي ناخذ داك العسل اللي بقى ليا، اللي بقى حيت لا كنزل من الشباكيه، غادي نعاود نخوي عليها من الفوق. بهذه الطريقه تتزيد تتشربوا الشباكيه وكتزيد يعني كتعسل اكثر. وهنايا بالنسبه للزين خديت هكا شويه ديال اللوز ايفيلي حمرته وغادي نرشو هكا من الفوق ديال الشباكيه. وعندي هنا كذلك شويه ديال اللوز اللي حمرته وضفت عليه شويه ديال الزنجلان حتى هو محمر. هنايا في هاد الزليفه هادي راه محمر فيه اللوز والزنجلان، هكا تنخلطهم مع بعضهم. صافي وغادي نعاود هكا نزين بهم الشباكيه من الفوق. وهنا ممكن فقط تكتفيو بالزنجلان المحمر، يعني فانا يعني عطيتكم هكا بعض الافكار وانتم يعني خذوا اللي بغيتو يعني وبدلوا اللي بغيتو. وهنايا الشباكيه بعد ما يعني بردات ليا مزيان، كي تشوفوا راه كتجي معسله وكتجي هكا مجعبه من الداخل ومشربه العسل. صراحه شي حاجه اللي كتجي زوينه بزاف ولذيذه، ويعني حتى الطريقه ديالها يعني سهله انكم كتصايبوا الشباكيه في نهار وكتقليو في نهار. صراحه شي حاجه صراحه أنا عجبتني بزاف لانه كيتنقص عليك بزاف ديال المجهود. هنايا غادي ندوزو باش نصاوب نوريكم كيفاش يعني تحتفظوا بها في المجمد. يعني كديروا طبقه ديال الشباكيه وكتغطيوها يعني بلاستيك ديال المطبخ، وغادي نعاودو نحطو طبقه اخرى ديال الشباكيه وغادي نعاودو نغطيوها، وغادي نبقاو هكا مستمرين حتى تعمرنا هكا البواطه ديالتنا. يعني حين تجبدوها من المجمد صراحه كتجبدوها وحق الله الا بحال يلاه عسلتوها، بحال يلاه طيبتوها، كتبقى داك العسل هكا باقي مشمع فوق منها، ويعني كتبقى فتيه ورطبه بزاف. يعني كتنفضلها على انها كتبقى هكاك في السل وكتقلبي عليها العسل كل مره، كتبقى صراحه طريقه افضل حاجه. وهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى صراحه انكم تجربوا هذه الشباكيه لانه كتجي صراحه لذيذه بزاف بزاف بزاف. وتقولوا لي ان شاء الله في التعليق كيفاش جاتكم. بغيت نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. بسلامه عليكم.